السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن دالة الجمع والطرح والضرب والقسمة في الاكسل. سؤال بيتكرر اكتر من مرة: ازاي اعمل المعادلات دي في الاكسل؟ عادي خالص، وزي ما بنعمل في اي معادلة. اقف في الخلية اللي عايز تطلع فيها الناتج، وبعدين استدعي الدالة اللي بتساعدك في المعادلة دي. طيب، الدالة اللي بتساعدنا في الجمع دالة اسمها دالة الصم. لو فتحت السيجما دي من قائمة هوم هتلاقي أول دالة اللي هي دالة الصم. بعد كده بتحدد النطاق اللي انت عايز تجمعه سواء بالطول أو بالعرض، وشوف انت عايز تجمع ايه. أنا عايز أجمع الرقمين دول، وبعدين انتر. كده أنا استدعيت دالة صم اللي هي دالة الجمع. في طريقة تانية للجمع، طريقة مختصرة شوية. لو انت وقفت هنا وعملت ألت ويساوي، هيعمل لك اوتوماتيك انت عايز تجمع دول، هتقول له انتر. خلاص، انت كده ضفت دالة الجمع. دي طريقة اسهل واسرع في الجمع. الدالة اللي بعد كده دالة الطرح ام صب. ازاي استخدم الدالة دي وازاي استدعيها؟ نفس الفكرة. هنقف في الخلية اللي عايزين نطلع فيها الناتج، بس في الحالة دي احنا مش هنروح على السيجما دي لان مش هنلاقي هنا ام صب. طب في الحالة دي هعمل ايه؟ زي ما كنا بنستدعي اف واف المركبة والحاجات دي، بنروح على insert function وندور على اسم الدالة هنا. بس طبعا الموضوع صعب، فاحنا كنا بنعمل ايه؟ اكتب اسم الدالة، استدعي انت الدالة بايديك مانيوال، قول يساوي وبعدين ابدأ اكتب اسم الدالة ام صب. هتلاقيها بدأت تقولك انت تقصد دي ولا تقصد دي. في الحالة دي اقعد اختار بالاسهم، اسهم الاتجاهات فوق وتحت كده، روح للدالة اللي انت عايزها وبعدين دوس تاب من لوحة المفاتيح. خلاص، هي اللي هتتثبت معاك وهي اللي فتحت معاك الدالة دي. اول ما تفتح الدالة عايز بقى تجيب المطالب بتاعتها، افتح اف اكس، هتلاقي مطالب الدالة ظهرت معاك هنا. بدل ما تروح انت وتقعد تدور في اف اكس او انسرت فانكشن، احنا كده بنختصر الخطوات. طيب، دالة الطرح الرقم الاول اللي هو نمبر 1، ده بيبقى الرقم الكبير اللي انت هتطرحه او هيطرح منه، وبعدين الرقم التاني اللي هو الرقم الصغير، وبعدين اوكي. كده انت عملت الطرح. طيب، الدالة التالتة اللي هي دالة القسمة اللي هي ام دايف. طيب، هنجيب دالة القسمة ازاي؟ نفس الفكرة، هقف واستدعي الدالة. احنا كبرنا خلاص بقى وعرفنا ان ممكن نكتب اسم الدالة وبعدين نجيب المطالب بتاعتها بعد كده. ام دايف. انا حتى ما كملتش بقية الدالة، هدوس على التاب عشان تثبت معايا في الخلية، وبعدين هروح على insert function دي علشان تظهر لي المطالب بتاعة الدالة. المطالب ايه؟ فين الرقم اللي هيتقسم وفين الرقم اللي هيتقسم عليه. انا هقسم 90 على الرقم التالي 3، وبعدين هدوس اوكي او انتر. خلاص، كتبت كده 90 على 3 فيها 30. طيب، الدالة اللي بعد كده هي دالة الضرب. دالة الضرب اللي هي برودكت. هجيب الدالة دي ازاي؟ نفس الفكرة، هقول يساوي وهكتب اسم الدالة. حتى انا مش هكمل الكتابة، انا هنزل بالاسهم لغاية ما اروح لاسم الدالة، وبعدين هدوس على التاب، هتظهر لي خلاص او اتثبتت معايا في الخلية الدالة بتاعة الضرب. وبعدين هدوس على insert function علشان اجيب المطالب بتاعة الدالة. دالة الضرب انت ممكن تضرب 255 رقم في بعض. يعني انا دلوقتي هستخدم او هحدد له الرقم الاولاني اللي انا عايزه اضربه، وبعدين اول ما هروح على الرقم التاني واحدده، بصوا ظهر لي مربع تاني. في الحالة دي انا ممكن احدد رقم ثالث ورابع وخامس لغاية 255 رقم. انت ممكن تضرب 255 رقم. انا يعني هنستكفي بالرقمين دول وهقول اوكي. كده دي دالة او ده حاصل الضرب ما بين الرقمين دول. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.